السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في قناة ضوضاء تعو. بصوا يا اخوانا، النهارده كنت مكتئب وحالتي النفسية حاجة بسم الله ما شاء الله يعني، فقلت إن أنا أخش أسمع الفيديوهات الهادفة اللي على التيك توك بتاعت اللي هي الأفلام القصيرة والشغل الأكشن ده اللي بيخلي الواحد موعظة وحسنة. بس الموضوع غلب معايا بتحدي ضحك. تعالوا شوفوا معايا الفيديوهات، لو عجبتك ما تنساش تعملها تشترك في القناة. ماشي يلا بينا. الأنبوبة هنا يا هاني. ايوه ايوه، تعالى اتفضل هنا. البواب مرضيش يدخلني في لما نازل ما يرضاش اصلا انبوبه بالمنظم بتاعها. يا اسطى الانبوبه دي مسروقه، لا البواب عنده نظره والله. والله البواب شايفك حرام يا اسطى. يا اسطى الانبوبه بالمنظم، او الظاهر هم قبل ما يصوروا الفيديو ما لقوش مفتاح يفتحوا بيه الانبوبه فك الصابون بتاع الانبوبه وقال لك نعمل فيديو. ريم. بتعملي إيه هنا يا ريم؟ محمد، ده بيتي يا محمد، انا هعمل ايه؟ ايه ده يا ريم؟ هو انت اتجوزت؟ ده انا اول مرة اعرف. ايوه يا محمد، انا اتجوزت من 3 شهور يا محمد. ايه يا ريم، في حاجه ولا ايه؟ لا يا باشا، ده انا طلعت الانبوبة. تخيل البواب طلعني 12 دور، مرضيش يخليني اطلعها في الاسانسير. ايه ده يا اسطى؟ هتفتح حرام يا اسطى. يا اسطى الانبوبه مسروقه. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. معاك بس مفتاح انبوبة يا بيه؟ معاك مفتاح انبوبه يا اسطى؟ يا اسطى افتح انبوبه ليه؟ ومين فينا بتاع دبيب؟ لا يا باشا معلش استنى سرقه. والله العظيم لفيتها من الباب كده امال انت ما معكش مفتاح انبوبه ولا انت جاي تعمل ايه؟ ما هو انا بقول لك البواب مرضيش يخليني اركب في الاسانسير، فاضطريت ان انا اشيلها، ما لحقتش اجيب مفتاح. لا بس رجع مفكت افتحها. يا جدعان المفروض انه بيضحك صح، ولا انا من كتر الكتاب ده يعني تخلل في عقلي والدنيا كلها باظت معايا. بس انا والله كنت داخل اخد موعظه حسن، بس هو ممكن يكون في موعظه حسن. ممكن. على فكره انا ممكن انزلك في الاسانسير عادي واديك البصمه وتنزل تجيب مفتاح الانبوبه، المفروض ان انت تجيب حاجتك كامله يا استاذ، انا مش فاهم. ده هيقدر. انت بتعمل معاك كده ليه؟ ما تعملش معاك كده. ازاي ما تعملش معايا كده؟ انت المفروض ان انت راجل جاي تغير الانبوبه، المفروض حاجتك تبقى معاك خلاص كده يا ده استاذ، معاك. حاضر هجيبها. طب يلا بعدين اتفضل. مراتي طالعه دلوقتي، هي ان شاء الله تفتكر. خلاص يا ريم، مفيش مشكله. ايه؟ ريم هو يعرفك منين ده؟ في قصدي ايه؟ يا عبد الله ما تهدى، في ايه؟ انت ازاي تقول لها باسمها اصلا؟ دي ست ريم هانم، ستك. في دي مقالب يا كلب يا حقير. يا ابني ستك يا حرامي، مش كفايه ما معكش مفتاح انبوبه يا حرامي. طيب يا استاذ، وبعدين ريم معرفه قديمه ريم تاني؟ كانت معايا في الكليه. ما خلاص يا عبد الله، بقول لك كان صاحبي معايا في الكليه، في ايه يا عبد الله؟ لا انا مش هحل الحوار ده، خش قدامي بعد طب اذنك. انت طب يا بعد استاذ. اذنك انا مش هحل لك. الحق عليه، في ايه؟ بص انا مش هحل حاجه لما افهم في ايه. والله ما فيكم هذا كلمه حراميه النار. مش حل حد انا والله ما حل حد النار. يا استاذ بقول لك كانت معايا في الكليه. اقعد يا حبيبي هنا. طب اهدى طيب. اقعد. طب مراتي طالعه، طيب اجيبها. يا استاذ اهدى، في ايه؟ اقعد. مراته ضل يجيبها، مراته بتبيع معاه في الانابيب. طب ممكن تكون كانت شغاله انا درجي، هو يسرق الانبوبه وهي في حد؟ ما فيش حتى تفنيق. في ايه؟ اقعد هنفتح لها يا حبيبي الباب، اقعد. وبعدين هو عامل لك ايه يعني يا عبد الله؟ ده جايب الانبوبه انت وطالع كمان ليك إيه؟ انت تتكلمي. تحترم نفسك يا عبد الله يا اخي. الراجل سارق لنا الانبوبه وجاب لنا لحد عندنا بالمنظم بتاعها. ده انت مفتري. ايوه، ده كان صاحبي في الكليه يا عبد الله، في ايه؟ يا استاذ عبد صاحبك. الله، يا استاذ عبد الله. بتقول لك كان صاحب. سافر حرامي مسك مرته. يا بنت عبد الله هو اللي كان بيتضرب دماغه وانا بيحج. انت بتقولي ايه؟ يا استاذ عبد الله عيب بقى. خلاص استاذ عبد الله استنى على النبي، يعني كده البيت نخرب ولا ايه؟ ما كانش حته انبوبه مسروق. انا مش مرتاح لك من ساعه ما شفتك، مش عارف ايه، اكيد البواب ما رضيش يطلعك عشان انت وراك مصايب. اقعد. يا عم حرامي حرامي انت ما شايفش المنظم اللي في الانبوبه؟ ولا انت عجبتك الانبوبه؟ يا نهار اسود، ده عبد الله لو عرف ان ده كان طليقي، انا مش عارفه ممكن يعمل ايه، مش عارفه ايه اللي جابه هنا ده. بقول لك ايه، حوارات ان انت كنت معاه في الكليه دي مش هتخيل عليا. بقول لك انت شكلك محمد جوزها. جوزها؟ انا جوزها، قصدي انت شكلك محمد طليقه. اعترف على فكره عشان انا مش هحلك. بتقول يا عبد الله، في ايه يا عبد الله؟ مالك ده بتتعامل مش معاك قصدي كده؟ الاشكال تروح كليه انتوا ما تشتغلوش. قول مين ده؟ مين ده؟ انا مش هحلك على فكره لو عارف مين ده. وبعدين كله يقول لي ريم كده. مش يحل حد الواد ده مفتري عصب وخلاص. دخلته عش الدبابير. تعالى بيت والله ما هحل. مين ده؟ وبعدين كله يقول لي ريم كده، ده ما ينفعش. انت طالع هنا ليه؟ الدبانه دي بارده وغاوي تطلع معاها الفيديوهات. يا اخوانا لو بتحبوا الدبانه يعملوا لك هو كده. اهدى. وبعدين انا اتفاجئت والله
والله العظيم زيها، انا ما كنتش اعرف ان ده بيت، انا اصلا ما اعرفش ان هي اتجوزت. انت ايه اللي شغلك الشغلانه دي؟ وايه اللي جابك هنا يا محمد؟ يا ريم دي حكايه كبيره بحكي لك عليها. طب استنى خلاص الموضوع قلب ونسة. انت فاهم غلط يا عبد الله، في ايه يا عبد الله؟ فاهم غلط ايه يا غلط؟ انا عايز اسكت الكلام ده غلط عليه. والله العظيم في موعظة حسنة بس عداي غلط، انا عايز تظبطي الكلام ده ايه عمتين امك. قول لي تعالى احكي لي بقى قصتك مع الناس. اقسم بالله موعظة حسنة. احكي لي بس. انا ايوه يا حبيبي. انا اللي جرحتها وخدعتها، وهي خدت الاحسن مني 100 مره. انا عارف ان ريم اتجوزت جوازه كويسه، وربنا عوضها بيك، والله العظيم طالما اتجوزتك تبقى بتحبك. ريم كنت انا وهي مخطوبين وكان في صلي مشاكل. على النبي بقى، عشان خاطر الافلام دي هسمع منك بس على شرط واحد. انا دلوقتي شاكك ان انت طالع لهدف معين. والله العظيم خلاص خلاص. انا مش هحلك يا حبيبي، لا انت ولا هي من الموضوع ده ومن الحوار ده. اصل الله اعلم انا مش هنا في البيت عيب بقى، ما ما ينفعش اللي انت بتقوله ده. احترم نفسك. حاضر انا هحترم نفسي، بس انت بتقول ان انت خد التليفون اهو. تعظيم الرأي ده بتاعي يعني مش فاهم انا، اقسم بالله انا نفسي القى في موعظة دي. مراتك خليها تطلع، غير كده انا مش هسمع منك هي ولا حاجه. طالعه على دلوقتي. فكره هتلاقيها طبعا هتلاقيني ضغط، تجيني جبس عليا وانا عادي، انا بس رجلي انبوبه هتدخل على وحديها هي هنجيبوها. انا اللي انت بتقوله ده ما ينفعش ان انت تشك فيا حتى لو لحظه واحده يا عبد الله. شكش فيكي؟ ايوه ما ينفعش. جايبالك ده كان طليق، هو ايه المشكله يعني؟ جايبالي طريق ما كده. جبتوش. في موعظة حسنة في دول خلص وفي المشي، أم الموعظة الحسنة بس ضحكنا.